هذه واحد الشركه سيدي عقلتوا على حي ترقه، كان واحد الناس بسطاء ودراوش فقراء ساكنين في واحد دايرين عندهم ديك الديور ديالهم التقليديه بالطين وكذا في واحد البلاصه تما تابع للاملاك المخزنيه. هذوك العائلات فقراء ودراوش وبسطاء ولاد الشعب ساكنين تما لعقود من الزمن، مشاو للمحكمه دعاتهم الاملاك المخزنيه طرد الاحتلال. علاش؟ عندنا رسم عقاري وانتم احتليتوا هذه الارض. المحكمه طبيعي انها غطردهم لان كان رسم عقاري وما عندهمش ما يفيد سنه ديال التواجد، طردوهم. خرجتهم من المحكمه عرفتهم الطرد. واش عرفتي اش داروا؟ ملي هاد الناس تيقاوموا العمليه التنفيذ تيقول لهم ودي ما عندناش فين نمشيو، حنا غنتشردوا ولادنا غيتشردوا وحنا غنوليو في حاله الله يجزيكم بخير. بقاو معنا شي حل، بقاو تيعتصموا لهم واللافتات والرايات وكذا وكذا والتصاور ديال الملك وكذا وتيحتجوا تما. عرفتي اش داروا لهم؟ جندوا جميع الانواع ديال القوات العموميه مع 4 الصباح، فرتكوا هذاك المجمع، باتوا ما صبحوا. من بعد غادي تتضح المؤامره شنو هي. باتوا ما صبحوا في هذاك العقار بالضبط. غتجي واحد الشركه ياك هاد الهكتار ونصف اللي تابع للاملاك الدوله، غتجي واحد الشركه غادي تقتني هذا العقار. عرفتي بشحال؟ 605 درهم. 605 درهم المتر مربع. 600 شوف 5 درهم داك الشيء ديال الفاصله والنقطه. 600 ماشي 600 واقفه، 605 درهم. زعما حنا راه دقاق وما تنديو ديال الحد وحنا والله العظيم الى قمه ديال المعقول. راه الريال ما نضيعوا فيه الدوله، راه 605 درهم. هذه 5 درهم والله تحطيناها، راه والله ما نديو شي ريال ديال الدوله. 605 درهم باش يدي شحال؟ هكتار ونص. ماشي كراو عليه، فوتوه ليه، اقتناه. ياك اش غينجز هذا السيد هذا؟ وهذا راه منعش عقاري كان تيبيع السيديات. كان تيبيع باش تعرفوا هاد الناس كلهم اللي زادوا في مراكش الحرفي ديالهم. كان تيبيع السيديات، راه ولا منعش عقاري كبير. ويلي ويلي والله لا وقفتيه. هذا 605 درهم عطاوه سيدي مشروع، جوج المشاريع. المشروع الاول باش ينجز واحد المجمع سكني مكون من مجموعه سكنيه من سفلي وطابقين تتضمن 40 شقه و30 محل تجاري. مجموعه سكنيه ياك من سفلي وطابقين كتضمن 40 شقه و30 محل تجاري. والمشروع الثاني عباره عن تجمع سكني مكون من سفلي وثلاثه طوابق من الصنف الاقتصادي يتضمن 190 شقه، يعني 190 شقه اقتصاديه هذه ديال الفقراء. هذا الشيء باش عرفتي اش داروا عليه؟ عطاه 190 شقه. علاش عطاوها عليه؟ ومن بعد راه دابا تشوفوا الرقم اللي غتولي هاد 190. عطاوه هاد 190 علاش؟ قالوا لي السكن الاقتصادي. ملحوا ليه هاد الهمزه ديال باش الا جات شي لجنه ولا سول شي حد، لا هذا راه بغى ينجز واحد المشروع لفائده الفقراء. راه 190 شقه ديال السكن الاقتصادي، راه داك الشيء علاش عطينا هاد الشيء. واش فهمتي؟ بمعنى راه بغى يدير الخير في المساكين في الدراوش. وردوا البال وغادي يعطي واحد التجزئه من 6 بقع يديروا فيها الفيلات ومرفقين خاصين. 20/7/2016 و في 27/4/2017 حضر المشروع الثاني وبنفس البقعه بموافقه مبدئيه ومجموعه سكنيه مكونه من سفلي وثلاث طوابق من فئه السكن المتوسط يتضمنوا 116 شقه. ها انتم شوفوا في الاول كانت 40 شقه في المتوسط السكن ديال المتوسط، ها هي من 40 طلعت ل 116 شقه. 40 و40 80 وزادوا عليه، يعني تضاعفت تقريبا 3 مرات. ومجموعه سكنيه اخرى مكونه من سفلي وثلاث طوابق من السكن الاقتصادي يتضمن 72 شقه. ها انتم شوفوا كان 190 شقه ديال الاقتصاديه، ها هي ولات 72 شقه. وتجزئه عقاريه من 5 فيلات ومرفق عمومي عباره عن دار الشباب. شفتوا شي دار الشباب تما؟ ما كاينش دار الشباب، كاينش دار الشباب، تيكذبوا على الناس، تيرفعوا على الناس. عباره عن دار الشباب ومرفق خاص بحمام عصري. حمام عصري، هذا الحمام عصري تيديروه باش يغسلوا هما بعد ما داو وكذا وكذا الى اخره، يديروا لهم بلاصه فين يتمرحوا. وقع عليه الرياضه من سفلي وطابقين وعماره اخرى عباره عن مكاتب من سفلي وطابقين تضمنوا 28 مكتب و125 محل تجاري. وردوا البال. و28/7/2017 تم الترخيص للمشروع الثاني دون اي تغيير ليتم وضع تصميم اخر بتغييرات داخليه. هل لعبت اليديبده؟
بنفس المكونات بتاريخ 4/3/2019 الذي حظي بالترخيص بتاريخ 8/5/2019، ودار لي تصميم تغييري اخر يتضمن توسعه مساحه الشقق الاقتصاديه، حيث اصبح عدد الشقق 56 شقه. ردوا البال، واش كاين شي اجرام اكثر من هذا؟ من 190 شقه اقتصاديه ل 56 شقه. ما كاينش طلبات عروض. ياك بغيتي تبيعوا هذا الشيء اخويا، دير طلبات عروض. حتى حنا، ولا انتم الصحفيين، ولا حنا، انا ولا انتم المغاربه كلهم راه باغيين يشروا ب 600 درهم. واش مسكين المغاربه في الشقق ديال 14 مليون يدير 25 مليون وكتبيعوا للناس اراضي ب 600 درهم؟ راه حتى الناس بغات تسكن، حتى هي المغاربه كلهم. شتي الا كانت هذه الهمزه نديروا استفتاء، الا كانت هذه الهمزه المغاربه كلهم بغاوها، كلشي بغا هذا الشيء، عطيوه لينا. حتى حنا سيدي ما ناخذ هذا الشيء، بغينا نمشيو للبنك ناخذوا القروض وبغينا نديروا داك الاستثمار، وحنا غنكونوا شفافين اكثر من هذا، غنحترموا كلناش التحمل وغنبنيو داك الشيء اللي التزمنا به وكذا وكذا، وما غنضيعوا التحت. اذا فتحوا هذا المجال هذا. اذا هذا التاريخ غادي يحصل على تصميم تغييري اخر، وغتولي عندنا سيدي 56 شقه ديال السكن الاقتصادي، من 190 ل 56. هذيك الملحه اللي داروا على ذاك التخربيقه من 190 ها هي ولا 56 شقه. وهذا الشروط ديال الاستثمار على هذا الحساب ما طبقوهاش، وشراو ب 600، وشرا هذه الشركه اللي وراها هذا المنعش عقاري اللي كان تيبيع السيديات في هذه المدينه، كان تيبيع السيديات، شراها ب 605 درهم في الوقت اللي العقار تما تيدير 20000 درهم. 20000 درهم، من 600 درهم ل 20000 درهم. ايوا حماق انت في هذه البلاد وقال لك اسيدي اسكت ما تدويش. لا، سدوا فمكم، ما خصكمش تنتقدوا، الا كتنتقدوا كتشهروا، راه كديروا التشهير.